اوعى تيجي عندي اي فرع من فروعي في مصر وتدخل الفرع وتقول انا بثق في عماد ومش هبص على تاريخ الانتاج ومش هبص على المواصفات وهكون مآمن ليه 100% الثقه المطلقه. لو في انا شخصيا بقول لك لا، لازم تشوف بعينيك، لان الموضوع ده متعلق بحياتك. ما تسمحش لاي فرصه خطأ وارد في اي مكان يعرض حياتك للخطر. بنصحك وبقول لك من كل قلبي، عندي او عند اي حد، ما فيش حاجه اسمها ثقه في حاجه متعلقه بحياتك. لما العميل بيجي الفرع بتطلع الكاوتش وتقول له اتفضل يا فندم، بيقول لك لا انا واثق فيك، وقول له لا بعد اذنك يا فندم، فرده الكاوتش اهي، تاريخ انتاج اهو، هياخد 4 عجلات، تطلع الاربع عجلات وتثبت ان هم تاريخ الانتاج واحد، عشان حضرتك ممكن تغلط تديله تاريخ انتاج قديم مع تاريخ انتاج جديد وانت محاسبه على تاريخ انتاج جديد. لازم تتاكد وتراجع معاه ان هو شاف بنفسه، وتجيبهم على جنب وتراجع على المنشأ، مهم جدا. ممكن تديله منشأ كوري انا ببيعه بسعر، تمام، او تديله العكس منشأ فيتنامي بسعر تاني. فلازم يتاكد من المنشأ بنفسك عندي او عند اي حد. مش بس كده، مهمتك لسه ما خلصتش، هتتاكد انه ربط على المسامير بتاعه العجل كلها سليمه 100%، ما فيهاش اي مشاكل. هتتاكد ان هو رصص والمكنه بتاعه الترصيص طلعت معاه اصفار، بحيث يكون في موازنه مظبوطه للكاوتش عشان ما يحصلش معاك رج على الطريق. هتتاكد انه غير البلف مع الكاوتش الجديد، لان في ناس كتير بتنسى تغير البلف، وتغيير البلف ده مشكله كبيره جدا. هتتاكد وهو بيحط الكاوتش وبيركبه في الكاوتش في الجنط بتاعك ما يحصلش ان المكنه لا قدر الله تدقر هنا او تعمل شبكه مع شفه العجله فيقطعها، فتقعد تباشر كل ده. انا قلت اهوت عندي او عند اي حد، الحاجات دي مهمه فيها خطر على حياتك، فلابد تهتم بيها. ما تنساش تشارك الفيديو عشان كله يستفيد، حتى لو مش معاك عربيه مطلوب ان اي حد معاه عربيه يعرف المعلومات دي، مهم جدا جدا، لان اهم جزء في عربيتك هو الكاوتش. مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معانا. وما تنساش امانك على الطريق معانا احنا بس. السلام عليكم.